تعال شوف الكابتن حسني عبد ربه بيقول لك حسين الشحات ورمضان صبحي ما يستاهلوش 4 مليون جنيه. اسمع كده. ككابتن حسين الشحات ورمضان صبحي ما يسووش اكتر من 4 مليون؟ ايه؟ انا وجهة نظري كده. حسين الشحات ورمضان صبحي؟ ليه؟ هو حسين الشحات عمل ايه لسه يعني عشان يستاهل اكتر من كده؟ في لعيبه تانية. طب محمد كويس. عواد ما يستاهلش اكتر من 4 مليون؟ ولا 3 مليون. ولا 3 مليون؟ عمل ايه؟ يعني عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ قول لي. مش انت بتقول لي مش هتستاهل؟ قول لي عملوا ايه؟ قول لي عواد ما هو عمل في ايه؟ مثل بيقول لك لو كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. يعني الكابتن مهيب اول حاجه راح مصدر له حسين الشحات ورمضان صبحي، الثاني قال له هم عملوا ايه يعني؟ عملوا ايه؟ اول حاجه اقول لك ان حسين الشحات واخد 4 دوري ابطال افريقيا في 5 سنين، ده غير ان اللاعب يعني مشارك في كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي، كاس مصر والسوبر المصري. اللاعب راح كاس العالم للانديه 5 مرات وهداف الاهلي في كاس العالم للانديه. ده غير ان اللاعب يعني كان في القائمه النهائيه لبطوله الفيفا او لاختيار الفيفا لافضل لاعب داخل القاره 2024. اما بالنسبه بقى للتاني البالونه اللي جوه دي ام 100 مليون، ليه حضرتك يا كابتن ويب ما اتكلمتش عليها؟ ولا حضرتك خايف لا تفسي؟ سبحان الله.